هل في فرق ما بين اغلى محلات الكحك في مصر وارخص محلات الكحك في مصر؟ وده الجزء الاول، والنهارده هنصفي ما بين كريستال وتوماس. اوه يا خرابي على المذبحه اللي هتحصل، يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي. بس الكيلو ونص دول ب 438 جنيه 28 قرش، ده بقى بالفات بكل الحاجات دي. بس كريستال بقى على الله، دي علبه 2 كيلو جاهزه ب 330 جنيه. دول البيتي فور، كحك ساده، في كحك ساده بسكر، كحك ساده بعد كده بسكوت، والبسكوت بالشوكولاته دي غالبا غريبه، يعني هيهات فرق الباكجينج. فتعالوا نبدا حاجه حاجه كده. مبدئيا كده بس احنا هنبتدي بالكحك، وانا فاكر تقريبا ان انا شفتك عند كريستال ان سعر الكيلو 170 جنيه للكحك، فده المفروض سعره 1.5 ده. دي الساده ودي اللي بالعجوه. الساده الصراحه باين انها متحمصه شويه اكتر كده، انا عايز اعرف فين الساده الصراحه هنا، بس هو انا فاكر ان هو قال لي تقريبا ان كله ساده، فاحنا هنجرب ساده ساده ساده، 2 كيلو كلهم ساده، فتعالوا ندوق. يلا بسم الله. طب والله مش سيئه، هي ما بتمسكش في البق، في نفس الوقت فيها طعم سمسم خفيف شويه، بس فيها طعم سمسم. يعني السكر اللي من بره ده برضه هادي، ولا هو زياده يعني بيجزعك ولا هو قليل، لا يعني انا حاسس ان قشطه طعمها كويس. تعالوا بقى نقارنها، يعني 1.5 السعر. بسم الله. مم. مم. التحميصه اللي فيها دي حلوه قوي، السمسم باين فيها مع طعم السمنه، في نفس الوقت ما بتلزقش في البق، في نفس الوقت خفيفه، يعني ما تحسش ان انت هتجزع قوي لو اكلت منها كذا واحده. بسم الله. لا حلو. السمنه والزبده الصراحه اللي هم مستخدمينهم هنا طعمهم نظيف قوي وفارق عن كريستالي. انا بقى ندوق اللي بالعجوه. دي بقى تحسها معموله عجوه كده شويه، الحشو بتاعها كتير جدا، زائد انها ناعمه كده خالص من بره، مش متحمصه نفس التحميصه الكحك الساده هنا واخدها. فتعالوا نجرب دي. بسم الله. مم. مم. انا الصراحه عجبني طعم الساده اكتر من العجوه. مش عارف، العجوه كنت حاسس ان الزبده كتير شويه، او يمكن هو لما ما اتحمصش في اختلاف في الطعم حصل، مدي افتر تيست مش ألذ حاجه. بس انا عاجبني قوي الساده بيرفكت، بس اللي بالعجوه خايش منهم شويه. تعالوا نخش بقى على البسكوت. عجبني برضه في توماس ان هما كاتبين تحت كده المكونات بتاعه الحاجه كلها. المهم البسكوت، مع البسكوت سعر البسكوت ده 75 جنيه. ده الصراحة مش فاكر، بس دي شكلها مهندمة كده شوية، دي شكلها طويلة، أعتقد ناشفة كمان، مش عارف ازاي بس لسه ناشفة برضه، تحسها بنت ناس كده. طعم الزبدة فيه حلو قوي، حلو قوي 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 يعني. عارفين العلبة اللي هي اللي احنا بنستخدمها كالحاجات بتاعة الخياطة دي، والله ما فاكر اسمها ايه بالظبط، المهم دي نفس الطعم بالظبط، الزبدة اللي فيها طعمها حلو قوي. تعالوا بقى ندوق البسكوت اللي بالشوكولاتة. انا ممكن ابقى متفائل بيه صراحة عن التاني، حاسه اطرى ومفرول شوية. يعني انا الكحك فاجئني اكتر من البسكوت، بسكوت او يعني يمكن عشان خاطر البسكوت بتاع توماس الصراحة حلو قوي يعني. الغريبة ده كده شكل الفرق ما بين الاتنين غريبة. تعالوا ندوق في الاول بتاعت كريستال. بسم الله. مم. هي بصوا الغريبة نفسها كده بتبقى بتمسك في البق، يمكن دي تحس انها كده فيها قرمشة من جوه شوية، بس انا دي ما فضلتهاش، هي دي احلى اكيد. فرق كبير، فرق كبير الصراحة، بس انا يعني دي ما فضلتهاش قوي الصراحة. البيتي فاور، فالصراحة برضو كريستال وقع مع واحد يعني تنين يعني. المهم ده البيتي فور، بيتي فور فانيليا وبيتي فور شوكولاتة، الاتنين دول بتوع توماس، دول بتوع كريستال. بسم الله. المربى اللي هو مستخدمها في النص دي بالنسبه لي الشوكولاته برضو مش احسن جوده، السبرينكلز فوق دي يعني مش احلى بيتي فور ممكن تاكله، بس هو عادي يأدي الغرض يعني. وكل الحاجات دي بالنسبه للسعر بتاعها قشطه، يعني اللي هو مش هتتكيف كده وانت بتاكل الكحك وبتاع. فتعالوا نشوف بقى البيتي فور بتاع توماس. بسم الله. مم. حلوه الشوكولاته البيضاء اللي هم حاطينها بره دي قوي، حاطين من هنا شوكولاته بيضاء وسوداني، طعمها حلو قوي الصراحه.
الحته اللي هم رابطين بيها القطعه اللي فوق مع القطعه اللي تحت هي تقريبا وايت شوكليت، فبرضه مش مطلعاك بره الموضوع بتاع الشوكولاته وكده، فبرضه طعمها لذيذ. الشوكولاته بسم الله، الشوكولاته بتاعتها ريتش قوي. يمكن الشوكولاته اللي هم مستخدمينها من فوق مش ألذ حاجه، بس كون ان هم حاطين عليها بندق برضه وبتاع فده محليها. اللي من بره اللي هو البسكوت نفسه اللي بالشوكولاته او البيتي فور اللي بالشوكولاته، الكاكاو اللي هم مستخدمينه ريتش قوي ومخليها طعمها حلو. بصوا انا بالنسبه لي الصراحه توماس فعلا يستاهل فرق السعر ده في حاجات معينه. يعني الكحك الساده، البيتي فور الشوكولاته ده طعمه حلو قوي، وبرده بيتي فور الفانيليا حلو بس بيتي فور الشوكولاته كان احلى. البسكوت كان حلو قوي، والكحك الساده والغريبه لو انت بتحب الغريبه وكده برضه ممكن تجيبها. كل ده بقى هيكلفك كام؟ كله 291 جنيه. من هنا الكحك لذيذ، بس باقي الحاجات ها يعني لا، في احسن، في احسن كتير كمان بسعر قريب قوي من ده كمان. فبس كده، شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وذ اباظه، وما تنسوش تحت تقولوا لي نجرب ايه تاني في سلسله الكحك الغالي ضد الكحك الرخيص. يلا بينا، سلام.